ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بافضل صحة واحسن حال. النهاردة بقى هنعمل الفراخ بتاعتنا بطريقة جميلة ولذيذة، وكمان معاها الملوخية الخضراء لعشاق الملوخية. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب والتعليقات الحلوة بتاعتكم اللي احنا بنحبها. يلا بينا. اول حاجة معانا الملوخية قطفناها، ولازم نقطع العرق بتاعها اللي هو الصغير اللي بيبقى في اخر الورقة علشان تدينا طعم، وتبقى الملوخية بتاعتنا ليها عرق كده وحلوة وما تسقطش مننا وما تروقش. بعد كده بقى نعمل الصلصة اللي هنحط فيها الفراخ. معانا بصلتين كبار و4 معالق سمنة، وهنقلبهم كويس على نار هادية خالص لحد ما تبدأ تاخد معانا اللون الدهبي. اول ما خدت معانا اللون الدهبي هنبدأ بقى نحط الطماطم بتاعتنا. بعد كده هنحط لها معلقتين توم مفروم. بعد كده نحط التوابل بقى بتاعتنا. التوابل دي براحتك، حطي التوابل اللي انت بتحبيها، كمون، ملح، شطة، فلفل اسود، اي حاجة انت بتحبي تحطيها، بهارات فراخ، بابريكا. بس لازم البابريكا عشان تخلي لون الصلصة احمر وجميل، لان الطماطم بتاعتنا بيضة شوية. ونسيبها تتسبك على النار. بعد كده نكون سلقنا الفراخ، او ممكن عادي تكون الفراخ نية مش مشكلة. بس انا عملتها مسلوقة لان انا كنت عايزة الشوربة اعمل بيها الملوخية. نسيها كويس ونحطها بقى في الفرن بتاعتنا ونروح نعمل الملوخية. نحط الملوخية في الشوربة. صفينا الشوربة من كل المنكهات اللي فيها اللي كنا حاطينها. بعد كده بقى نبدأ ننزل فيها الملوخية ونفضل نقلب فيها بالمعلقة لحد ما نفك التكتلات دي كلها. بعد كده بقى معلقتين توم محترمين ومعلقتين سمنة على النار. نعمل بقى طشة الملوخية معاها معلقة كزبرة ناشفة. بعد كده ناخد الملوخية وننزل بيها على التوم، ونشهق بقى شهقة الملوخية المصرية المعروفة. بعد كده بقى نبدأ نطبق الملوخية، وشايفين بقى الملوخية وجمال الملوخية. بعد كده بقى هنطلع صينية الفراخ بتاعتنا من على الفرن، وبالهنا والشفا. والسلام عليكم.